بعد انتهاء مسلسل مسار إجباري ليه عصام عمر وأحمد داش، أحب أشكر المخرجة الكبيرة نادين خان على العظمة التصويرية اللي طلعتها لنا من المسلسل. وكان عندي كام حاجة كده عايزين ندردش فيهم سوا. أنا من النوع اللي بحب أشجع المواهب الجديد، أحب العيال اللي تنزل من الدقيقة 20 تلعب لي للدقيقة 30، إنما إيه تشيلك بقى من الدقيقة 70 ل 80، دول الممثلين دول ادموا، فإحنا عايزين الشباب الجديدة والاحتراف. هتيجي تقول لي مثلا أنا شايف إن قصة المسلسل حلو، إن أحمد داش وعصام عمر الدور لايق عليهم جدا. انا شايف ان احمد داش ما كانش ينفع يتغير ابدا في المسلسل، انما عصام عمر ممكن نحط مكانه نور النبوي او احمد مالك، ولكن محدش هيقدر يعمل الدور ده زي عصام عمر لان عمله باحتراف. ولكن عجبني برضو دور استاذه صابرين وبسمه. كان ممكن المخرجه تقول لك ايه، انا ممكن اخلي الامهات دول زياده عدد، ولكن هي قالت اعمل بيهم بالانس في المسلسل، انها توازي الدنيا بيهم هما الاثنين. والصراحه اديت لكل واحده فيهم مساحه زي بسمه واستاذه صابرين. ولكن نحب نشكر في الاخر استاذ محمود البزاع على التلبيسه اللبسه اللي عندي، وخلانا بقى 15 حلقه نماطل ونهاطل وبتاع ده كله. ولكن برضو كان عندي تعليق صغير، انا شايف المسلسل ده كان اخره 10 حلقات كويس، انما هم مطلوب 15 حلقه فده مش حلو. يعني في مسلسلات انت خليها 10 حلقات ده كويس ليها، انما تجيبها لي 15 حلقه في حاجه ممكن تتعمل 8 حلقات كمان، فده الصراحة صعب قوي. واتمنى ان السنة الجاية، السنة دي احترفنا في حتة ال 15 حلقة، اتمنى السنة الجاية نحترف في حتة الثمان حلقات. كان معكم سعد من الشريط بتاع سيما، سلام.